رضوان من خلال إيتي بالعربي يعلق على خروج سعد المجرد من السجن ويستمر بتقديم الدعم له، حيث قال: نحن نتواصل ونتراسل لكن لم نتكلم على الهاتف لأنه في المغرب الآن. وبهذا رضوان يكذب كل الادعاءات بأن سعد ممنوع من السفر، كما صرح بأنه ينتظر جديده الفني بكل شوق لأنه يحب فنه وستايله الشخصي ويؤمن ببراءته. No, Saad is out, and you are very close to him, and you believed in his innocence. So, have you spoken to him? Yes, we have had connection. We have connection. You know, we text each other just by text. We didn't speak because he's in Morocco now and stuff like that. So we've just been texting on message, and I'm so happy for him, and I'm still believe in him and believe in his innocence and believe in his artistry and him as a human being. يعني هو صديقي حبيبي والله. And it's top. I think he's doing good. Yeah. I think he's doing good. I think so. Yeah, there's a song coming out very soon, and yeah, I'm excited. I'm happy that he's still doing his thing, still being the artist and the human he is. You know. تتويج مغربي واسع في جوائز إيمي غالا بدبي، والمغربيان رضوان وياسين السباري أبرز المتوجين. كان الحضور المغربي قويا في قائمة الفائزين بجوائز إيمي غالا بنسخته الأخيرة، إذ يواصل سفير المغرب والفنان العالمي رضوان تحقيق المزيد من النجاحات والألقاب خلال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، مجسدا الثقافة المغربية في مختلف بقاع العالم، حيث نال رضوان لقب أفضل فنان عربي لهذا العام، بينما حصلت علامة راف لورن التي يترأسها رجل أعمال ياسين السباري أحسن ماركة فاخرة لهذه السنة، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت أمس بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وسط ثلة من الشخصيات البارزة في العالم في شتى المجالات.